أهلا بيكم في الجزء الثالث من الفرق ما بين الواقع والإدراك. والجزء ده هنتكلم إن المعرفة أو الحكمة الواحد خد فترة زمنية علشان يعرفها يدركها يقراها، شفت إن هي موجودة في الكتب القديمة والكتب الدينية من آلاف السنين. طب خلينا نبدأ نراجع، وأنا هبدأ بالإسلام كمسلم وهتحرك في ديانات تانية وفي نصوص أخرى. في آية في القرآن في سورة الضحى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. الآية دي كنت بقراها ما فهمهاش، ما قدرتش افهمها الا لما امتلكت المعرفه عن الفرق ما بين الواقع والادراك. لما حضرتك تقعد تتكلم بالحاجات الوحشه اللي في حياتك، انت بتغذي، انت بتاكل في مخك الحزن الكآبه. طب لما تتكلم بالنعم تلاقي السعاده دخلت في قلبك، انت عملت تغيير في الادراك ان انت دلوقتي شايف الحاجه الايجابيه، تبدا تشوف الحياه جميله، الحياه مش وحشه، الحياه مش كئيبه. فلما تتكلم بالنعم وتشكر ربنا على النعم انت تسعد. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ان الله يحب ان يرى اثره على عبده. ان ربنا يحب يشوف الخير اللي هو اداهولك ظاهر عليك. ده بيقول لك ايه؟ انك تظهر الخير، انك تظهر النعم، ان النعم دي تتكلم عليها وتوريها للناس. فده برضو بيغذي جواك تغيير الادراك. من احد القصص المعروفة عن سيدنا عيسى عليه السلام ان كان ماشي في أحد الأيام مع الحواريين أو صحابته، فلقوا كلب ميت، فهم قالوا إن ريحته وحشة، ريحته نتنة. فتبسم عيسى عليه السلام وقال إيه: يا لبياض أسنانه. ده درس عظيم جدا علمه لنا عيسى عليه السلام، إن الناس كلها شايفة حاجة وحشة وهو عامل البرسبشن بتاع الحاجة الإيجابية. الناس متضايقة وهو سعيد. ده درس عظيم اتعلمناه في إن إحنا نتحكم في إدراكنا. طيب نروح للكتاب المقدس، هنلاقي آية فيه بتقول إيه، وأنا هقرأ الآية: ويل الذين يقولون للشر خيرا والخير شرا، الجاعلين للظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين مر حلوا وحلو مر. ده من سفر عشياء. بيقول لك إيه؟ منتهى البساطة بيتكلم إن في ناس بتغير الواقع، بتغير الحقيقة. وهنا دي حاجة هنتكلم عليها في الفيديو الرابع بقوة، إزاي إن حد ممكن يتلاعب بإدراكك أنت. خلينا نتكلم على الجزء اللي بيتكلم على إدراكنا إحنا. جاعلين المر حلو والحلو مر. ده بيقول لك ان الواقع حاجه والادراك حاجه تانية، وان ممكن حد يتلاعب بالادراك بتاعه. خلينا نرجع لورا للمصريين القدماء الفراعنه، من تعليم بتاع حتب كان بيقول ايه: جاهل يرى بعينيه فقط، اما الحكيم فيرى بقلبه. هنا بيتكلم ان في نوعين من الادراك، في ادراك سطحي وفي ادراك اعمق. تاني احنا ما بنشوفش الواقع، احنا بنشوف ادراكنا عن الواقع. طب لما نروح لتعليم امين موبي قال ايه؟ قال لك: لا تعتمد على ما تراه عينيك فهما تخدعان بسهولة. تاني بيتكلم اللي احنا بنشوفه مش الواقع، ده إدراكنا عن الواقع. طيب لما نيجي نروح للحضارة الصينية القديمة التاوية، نلاقي من أحد كلماتهم بيقولوا: من ينظر بعينيه فقط لا يرى شيئا، الحكيم يرى بروحه. تاني بنلاقي السيمة والنمط بتاع إن في فرق بين اللي أنت بتشوفه وما بين الواقع. ومن أحد القصص المشهورة جدا في الحضارة الصينية القديمة قصة الفراشة. كان في واحد من الحكماء نام فحلم إن هو فراشة، فصحي يقول لك إيه: هل أنا إنسان كنت بحلم إنها فراشة، ولا هل أنا دلوقتي فراشة بتحلم إن هي إنسان؟ ده بيشير تاني وبيتكلم عن الفرق ما بين الواقع والإدراك، وإن ساعات بيبقى في كذا إدراك مختلفين عن بعض، ويبقى عندنا صعوبة حتى في التعرف على الحقيقة ما بينهم. عشان كده دايما بنقول هو تحدي ان انت تشوف الواقع كما هو مش ادراكك عنه. من احد الاقوال اللي حد شخصيا انا بقدره اللي هو مياموتو موزاشي، ده كان يعرف ان هو اقوى او افضل سياف في تاريخ اليابان. كان بيقول حاجة جميلة: ان الادراك قوي والعين ضعيفة، الاستراتيجية الصحيحة هي رؤية الحقيقة. هنا بيتكلم عن مبدأ بتاع الواقع والادراك. بيقول ان احنا عندنا ادراك بس نظرنا ضعيف لانه ما بيشوفش الحقيقة، فالادراك ده ممكن ما يبقاش حقيقي. الحكمة في وضع خطط المعارك الحقيقية هي رؤية الحقيقة مش الادراك. لما نروح بقى للزن الياباني، عندهم مقولة جميلة جدا: اما ما تراه العين فهو ظل، اما ما يرى الحقيقة هو العقل المستنير. تاني بيتكلموا على الفرق ما بين الواقع والادراك. طيب لما نروح لأمريكا
هنلاقي عندهم قصة لذيذة جدا كانت بتتقال عند الهنود الحمر. أحد الحكماء وتلميذه قاعدين، الحكيم بيقول له أنت كل يوم بالليل في صراع بيحصل داخلك، الخير والشر، الصدق والكذب، دايما بيتصارعوا لحد الصبح. فبص للتلميذ وقال له رأيك مين اللي هيفوز؟ قال له ما اعرفش مين اللي هيفوز، انت رأيك مين اللي هيفوز؟ قال له اللي انت بتأكله. لو انت بتأكل الخير، بتعمل اعمال خيرة باستمرار، بتتعرض للخير، بتشوف الخير هيكبر في دماغك، ادراكك ليه هيزيد وهتبقى خير. طب لو عملت الشر، اكلته وعدته، تبقى شرير. لو حضرتك كنت صادق، بتتعامل مع الصدق، هتبقى صادق. بتشوف الصدق، حواليك ناس صادقة، هتبقى صادق. برسبشن، الادراك بتاعك بيتغير للصدق، وبترفض وبتلفظ الكذب. طب لو عملت العكس، البرسبشن بتاعك بيروح للكذب وبيلفظ الصدق، لدرجة ان في بعض الناس بقت بتكذب على نفسها. هو مش عايز يشوف الواقع، وحتى لما موجود الواقع هو بيرفض الواقع. كان عندي احد المرضى عندها اكتئاب شديد، والاكتئاب ده عامل لها الام في جسمها. فقعدنا نتكلم ان هي عندها مشكله نفسيه ومحتاجه تتعامل معاها. طب انت ليه؟ انت في حياتك في حاجه وحشه؟ لا. طب ايه المشكله؟ قاعده طول اليوم تتكلم اي حد تعرفه عنده مرض، عنده مشكله ماديه، عنده حاجه، يا طول اليوم عايشه في مشاكل الناس دي، طول اليوم تشوف الاخبار، تفتح الفيسبوك تشوف الاحداث والقتل والسرقه واللي فهي قاعده طول اليوم بتاكل في دماغها دي بالكآبه والحزن. وبعد كده مستغربه انا ليه كئيبه وحزينه؟ ما طبيعي تبقى كئيبه وحزينه، انت مش طبيعي ان انت تبقي سعيده. على عكس الانسان التاني بيتعلم ان يوقف المؤثرات السلبيه. لو انا مش هقدر افيد او اغير بحاجه، ماليش لازم ان انا اعرف الكلام ده، ماليش لازم ان انا اعيش فيه. خلينا في الكلام اللي يسبب لنا سعاده. مش لازم نكئب نفسنا، مش لازم طول اليوم قاعدين على الفيسبوك، على التيك توك، على السوشيال ميديا، على التلفزيون بنشوف اكتئاب، بنشوف احداث سيئه، بنشوف احداث مأساويه، وتقول لي انا خلي بعد كده انا كئيب وعايز ابقى سعيد. لا، مستحيل تبقى سعيد. انت لازم توقف الحاجات دي وتبدا تدخل مؤثرات ايجابيه علشان تبدا تبقى سعيد. وده من اهم الدروس اللي احنا بنقوله، انك تحمي دماغك، تحارب ان دماغك ما يدخلش فيها حاجات سلبيه. طالما مش هتعرف تغير حاجه ما تعرفهاش. نفس الكلام ده كان حوار مع والدتي، كانت بتحكي لي على حد في العيله عنده مشاكل، قلت لها اعرف اساعده بحاجه؟ قالت لي لا. قلت لها طب بتحكي لي ليه؟ مش المفروض تعرف؟ قلت لها مش المفروض اعرف، ما يهمنيش ان انا اعرف، لان في الاخر انا بتاذي وهو ما بيستفيدش بحاجه. فما نخليش في لساننا على طول زي اللبانه ان احنا بنتكلم في الحاجات الوحشه. ربنا ما قالناش كده، واما بنعمه ربك فحدث، ده الامر الالهي، واما بنعمه ربك فحدث. ليه النصوص القديمه والنصوص الالهيه عماله تتكلم في الموضوع ده؟ لان زي ما دي اداه قويه جدا انا اقدر استخدمها في ان انا اسعد نفسي واظبط حياتي، هي اداه شريره جدا ممكن تستخدم ضدك. زي ما انت تعرف تغير ادراكك للايجابيه للسعاده، زي ما غيرك يقدر يتلاعب بيك للسلبيه. واكتر مثل مخيف للتلاعب بالادراك اقول لك ده حاصل في المجتمع الغربي وفي امريكا. على مدى سنين حطوا خطط ان هم يتلاعبوا بيهم علشان يبقوا شخصيات يكرهوا العرب، يكرهوا المسلمين، علشان يبقوا ترس، يبقى عبد في أداة الحرب الغربية ضد الشرق الأوسط. وده الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم فيه إزاي تم التلاعب بإدراك الشعب الغربي علشان يجي يحارب الشعب الإسلامي أو الشعوب العربية. خلق الكراهية وإدراك الكراهية علشان يبقوا عبيد في مكانة الحرب. شكرا حضرتك.